عمرك حسيت إنك عايش حياة مش بتاعتك؟ تصحى كل يوم تعمل حاجات مش عشان نفسك، لأ عشان ما تزعلش حد، أو عشان ما تتقالش عليك كلمة، أو عشان الناس تبقى راضية عنك. الغريب بقى إنك عمرك ما سألت نفسك سؤال بسيط: هو أنا فعلا عايز ده، ولا أنا بعمله عشان الناس مستنية مني؟ للأسف إحنا اتربينا إننا نسمع وننفذ، نمشي على السكة اللي الناس شايفاها صح، الجامعة اللي هم اختاروها، الشغل اللي هم شايفينه أحسن، أو الطريق اللي هم شايفينه أأمن. بس عمرك ما خدت لحظة ووقفت مع نفسك وسألتها: هو أنا مبسوط ولا أنا ماشي وخلاص؟ بص، هو غالبا انت عارف انت عايز ايه، بس مش قادر تقول ليه، عشان خايف تتقال عليك كلمة زي مستهتر، مجنون، او مش فاهم، او ضيعت مستقبلك. بس تعالى اقول لك الحقيقة اللي لازم تقتنع بيها: الناس هتفضل تتوقع، والناس هتفضل تحكم، والناس هتفضل عايزة منك حاجات حتى لو عملت كل اللي هم بيتمنوه. بص، خليك مقتنع ان رغبتك وحياتك بتاعتك انت مش بتاعتهم هم. صدقني، اول ما تفرق ما بين اللي هم عايزينه وما بين اللي انت عايزه هتحس انك بتتنفس لاول مره. جرب بس في حاجه واحده تبطل ترضي الكل، تسمع لنفسك، ولما تعمل كده كل حاجه في حياتك هتتغير.